ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. تعال نشوف على طول اعدادات الفلتر عشان ما اطولش عليك. الطلب مني الفتره اللي فاتت دي كتير فلاتر خفيفه، يعني فلاتر تاثيرها مش كبير قوي بس بتخلي الصوره شكلها حلو. يعني ده قبل وده بعد. بصراحه الفلتر ده عاجبني جدا. وتعالى بقى نشوف الاعدادات بتاعته. دي اعدادات اللايت، وحرصت جدا في اعدادات اللايت ان انا اطلع صوره رايقه وكل حاجه واضحه فيها والوانها حلوه، وما ملعبش كتير في الصورة، فطلعت بالنتيجة اللي انت شايفها قدامك دي. لو عجبتك النتيجة دي وعجبك نوع الفلتر ده قولي، والفترة الجاية ابدأ ان انا اعمل فلاتر زي دي كتير. وتعالى بقى نروح على الكلر. عندك هنا التمب 15 والتنت 4 والفايبرنس انا ملمستوش. تعالى بقى نروح على الالوان وهوريهم لك بسرعة كده عشان وقت الفيديو. وتعالى بقى نروح على الافكت، وده الافكت حاجة بسيطة خالص عشان ما تأثرش على الصورة قوي. تعالى بقى واخر حاجة، ودي اللي انا خليتها للاخر، وهي الكيرف. عندك هنا ده الكيرف الابيض، وعلى فكرة الكيرف ده هو سر الصورة، تمام؟ لان انا عملت الكيرف الابيض والاحمر والاخضر والازرق، فهركز فيهم كويس جدا. وبعد ما تخلص الفلتر او كده ومعرفتش تعمل الكيرفات والحاجات دي كلها، سايب لك رابط تحت في الديسكريبشن، تحمل منه الفلتر على طول وتستخدمه على لايت روم. تعال هنا للاحمر، انا عدلت هنا في التون بس بتاع سكين تون بتاع البشرة، والاخضر برضو، وعندك هنا الازرق. حاجة بسيطة خالص لفوق بتظبط الدنيا، تمام؟ وبس كده الفلتر يكون خلص. متنساش بقى اللايك وسبسكرايب وشجعني عشان انزل فيديوهات كتير الفترة الجاية، واوريدي انا بنزل فيديوهات كتير الفترة دي. وبس كده يكون الفيديو خلص. والباسورد 11 تمام، وحط قدامها 3 اصفار بس مش اكتر. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.